كالعاده كيبقى مهرجان السينما الافريقيه محطه من المحطات اللي انا كنحضر لها ضروري، لانني ابن هذه المدينه واني اعشق هذه المدينه واعشق فيها كل شيء بغبارها وبناسها بحليقها بممثليها بفنانيها بمعطليها. المحطة هذه المحطة ديال الدورة 16 للسينما الإفريقية لمشاركة كتبقى المشاركة ديالي هي من خلال فيلم بولنوار اللي كنت أنا غادي نكون فيه، ولكن لتزامنه مع فيلم كنصورو أجنبي ما حصلش نصيب، وكتبقى مشاركة من خلال أصدقائي اللي فيه اللي هما أولاد هذه المدينة هذه، وتبارك الله ابدعوا وكيبان لي انا كنعرفهم مزيان كاين مجهود جبار بدلو، وهذه اضافه جديده لمدينه خريبكه. بالنسبه للتنظيم الحمد لله كاين كل عام كتحسن المساله، كل عام كاين جديد، كاين تنظيم اكثر، كتبقى دائما لو كان ما يكونش في هذا الوقت هذه خريبكه كتكون سخونه، هذا هو اللي تكون سخونه بزاف. اخر الاعمال ديالي كاين فيلم صورته اسمه جود باي دبي، كنعمل فيه شخصيه ديال واحد الامام ديال المسجد وعتول اللي كيدير بزاف د الحوايج باش يجوج ولد ال مكتوم، يعني فيلم كيحكي على عائله ال مكتوم. وفيلم أجنبي ألماني، فيلم وصورت مؤخرا وبالتالي غادي نقول بالنسبة للمغاربة هذا العام صورت عمل واحد، وبالنسبة للأجانب صورت 4 أفلام والحمد لله. ما غاديش نقول لك المقارنة بيناتهم، ولكن كيبقى على مستوى الفيلم المغربي كيبقى الإشعاع على مستوى الوطن، ولكن على الفيلم الأجنبي كيبقى شوية انعاش الجيب الخاص ديالو. اخر ما يمكن نقول هو المشاريع المستقبليه. انا الان حنا بصدد كنقرا في السيناريو ديال المسلسل الجديد ان شاء الله اللي غنصوروا رمضان، والفيلم السينمائي بلا داعي لذكر الاسم ديالو اللي غنبدا نصور في رمضان، والمسرحيه اللي كنوجدوا فيها في الدار البيضاء انا وعبد الفتاح اللي معروف الكاك ديالو خطا بيبي وولد حديدان وكريمه وسعد الله، يعني مجموعه من الاسماء كنوجدوا فيه في الدار البيضاء. الحمد لله انا في الدار البيضاء كتلقى منتجين، ونتمنى ان خريبكه شي مره نلقاو شي منتج اللي يحتضن هاد الفنانه ديال هاد المدينه هذه. وشكرا.